تعليق محمد أبو تريكة بعد فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية بعد الفوز الكبير على باريس سان جيرمان باكتساحه بثلاثية نظيفة، حيث قال تريكة: انا مش مصدق اللي عيني شافته ده يا ماريسكا، ايه الدلع ده؟ كان فين الكلام ده من بدري؟ تشيلسي كلمة اكل باريس والله ما كفاية. اول مرة اشوف باريس انريكي عاجز ويائس بالمنظر ده. كلمة السر اولا اعداد نفسي وذهني مبهر. بص لعيبة تشيلسي مصدقة نفسها ازاي. الجانب الفني بص ماريسكا خنق نص ملعب باريس ازاي. كايسيدو وجيمس بلعين فابيان رويز ونيفيز حرفيا. ايه انزو فرنانديز اللي قارف فيتينيا في عيشته ده. ازاي كوكوريا ونيتو عارفين دوي وحكيمي بالشكل ده. وجوستو اللي مبهدل كافارا ده كمان وما سابوش ولا مرة يعمل تيك اون عليه خالص. بص على انتشار فرقته تحت الكورة، ده خطوط الفريق تكاد تتلامس من تقاربها. كل لاعب من باريس تملي في موقف نقص عددي، يا مسارات التمرير مقفولة قدامه. بص على تحركات فرقته بالكورة. جواو بيدرو ده مهاجم اعجازي، ده تحركاته على الاطراف مرعبة اكتر من العمق. ايه توظيف بالمر اللي في انصاف المساحات وبيبادل بين العمق والطرف ده بدون مبالغة احسن مباراة شفتها لتشيلسي منذ نهائي دوري ابطال اوروبا 2021 امام السيتي. بجد الف مبروك لتشيلسي، يستحقوها، وان يكون تشيلسي هو بطل كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.